طبعا احنا عارفين ان الدوري هيبدأ اول ماتش يوم الجمعة 8/8. بيراميدز هيتأجل له ماتشين او 3 في بداية الدوري نظرا لتصنيفه المتراجع في الكاف، على العلم اللي هو خد بطولة افريقيا الاخيرة، بس هي مش مقياس لان ده تصنيف. بناء عليه هيلعب الدور التمهيدي ليه، اول ماتش يوم 19/9 وتاني ماتش يوم 27/9. وفي حالة اللي هو كسب اوكلاند سيتي يوم 14/9 هيسافر يلاعب اهلي جدة يوم 23/9 بطولة الانتر كونتيننتال. هل هنشوف بيان من الزمالك بيقول مش هلعب ماتشاتي غير اما بيراميدز يلعب مؤجلاته، ولا عشان بيراميدز الكفيل مش هيقدر يتكلم معاه؟ وعايزين القبضاي هاني سعيد يقول لنا ان احنا لما كنا بنلعب البطولات دي وده العادي بتاعنا كنت انت بتطلع تعيط، فهل لما انت هيتأجل لك كم المباريات دي هل هتقارن نفسك في وقتها بنفس ما كنت تطلع تعترض على الاهلي، ولا هتقفل بقك؟ وللعلم لما الاهلي والزمالك هيلعبوا الاسبوع التاسع الماتش بتاعهم هيكون بيراميدز لسه بيلعب في الاسبوع السادس، هل حد من الزمالك هيطلع يقول مش هلعب مع الاهلي اللي لما بيراميدز يكمل مؤجلاته، ولا هو الاهلي بس الحراق في الموضوع واللي انتوا بتطلعوا تعترضوا